السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة يا جماعة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع الفطام وتسمين الفطام. ازاي انك انت تطلع ارنب فطام يبدأ ان هو اول حاجة انك تطلعه وزن كويس، تاني حاجة انك تطلعه صحته كويسة عشان يبدأ بعد كده يحول معاك كويس، تالت حاجة انك انت تقدر تستفيد من الارنب ده ان هو يكون صحته كويسة، ما يحصلش معاه امراض، وما يحصلش معاه ما يحصلش معاك نافق في الارانب. يعني ما تبقاش فاطم من عند الارنبة 5 او 6 او 7 ارانب او 8 ارانب او اي عدد إن كان، وتيجي بعد كده تسمن، هتلاقي واحد جاله انتفاخ، واحد جاله اسهال، اتنين مش عارف ما بياكلوش، تلاتة مش عارف ايه، وتبدأ ان انت تحصل وفيات في الارانب. ولو ما حصلش وفيات كمان بيبدأ ان الارنب اللي هو جاله امراض او اللي هو حصل له مشكلة معوية او اللي المناعة بتاعته ضعيفة ان هو ما بيحولش كويس ومش هيبقى تمام معاك. مش هتستناه يوصل 2 كيلو على 70 يوم ولا على 80 يوم ولا على 90 يوم حتى. اول حاجة يا جماعة في موضوع تسمين الفطام، قبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجة هنتكلم فيها يا جماعة، للناس كتير من الناس مش واخدة بالها منها، ان احنا موضوع الفطام ده يا جماعة ما بنستلموش من اول ما تيجي تفطم الارنب ونبدأ ان احنا نشتغل. لا، احنا بنشتغل على الام من قبل ما تبقى عشار، عشان الام تطلع لك ارنب كويس، تولد ارنب صحته كويسة من لحظة الولادة، الأم تبقى جامدة وفيها لبن يكفي الأرنب ده إنه يبقى المناعة بتاعته عالية ويحول معاك بسرعة ويكبر معاك بسرعة. تبدأ إن أنت بعد كده أما تيجي تفطم تلاقي أرنب كويس. يعني إيه؟ يعني أول حاجة هنهتم بصحة الأمهات بمعنى أصح وبمختصر الكلام. طيب تاني حاجة يا جماعة، تاني حاجة هنخلي بالنا جدا من موعد التلقيح أو مواعيد التلقيح بعد الولادة بتاعة الأرانب. يعني ما تجيش على الأرنبة لما تولد وتلقحها أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم أو حتى خامس أو سادس أو سابع يوم. ليه يا جماعة؟ لأن أنت طبعا لما تلقح الأرنبة بعد الولادة هتضطر إنك أنت تفطم الأرنب من عندها قبل ما تولد ب5 أيام، فهتفطم أرنب عمر 25 يوم أو 26 يوم. الأرنب ده يا جماعة أول حاجة لا بيبقى فيه وزن ولا بيبقى عنده مناعة ولا بتبقى المعدة بتاعته أصلا اكتملت لسه، عشان إن هي تبدأ إن هي تهضم العلف وتوزع على جسمه العناصر الغذائية الموجودة في العلف، فبيبدأ إن الأرنب يحصل له مشاكل معوية، او لو ما حصلوش مشاكل معويه بتلاقي الارنب التحويل بتاعه ضعيف والدنيا عندك بايظه. يبقى هنستفيد يا جماعه من مواعيد التلقيح ان احنا نخلي مواعيد التلقيح بعد الارنبه ما تولد اقل حاجه ب 10 ايام. ده بالنسبه للارنبه اللي معاها من 6 ارانب وطالع، يعني اي ارنبه معاها من 6 ارانب وطالع بنخليها بعد 10 ايام بنبدا ان احنا نلقحها. طب لو ارنبه مثلا جايبه 8 او ارنبه جايبه 9 او ارنبه جايبه 10، لا يستحسن ان احنا نخليها 15 يوم، عشان الارانب دي يا جماعه بيكون حجمها صغير، فكل ما ترضع اكتر بتحاول معاك اكتر. وصدقني مش هتخسر حاجه، لان انت لما تيجي توزن الارانب، يعني لما تيجي مثلا ارنبه عندها 8 ارانب او ارنبه عندها 9 ارانب او 10 ارانب، وتيجي تحسب لها وتحسب ارنبه لارنبه تانية، هتلاقي الارنبه التانية اللي انت لقحتها على طول ديت، لو هي جايبه مثلا 5 6 ارانب وانت لقحتها بعد 7 ايام او بعد 6 ايام، بتبدا ان الارنبه ديت بتفطم من عندها ارانب قليله جدا. فاما تحسب ال5 6 ايام اللي انت سبتهم للارنبه التانيه زياده، بتيجي توزن الارانب دول بتلاقيهم اتقل من التانيين، وزن محترم هيعوض معاك الايام ديت، وهتستفيد صحه الارنبه اللي هي الام. وطبعا يا جماعه مش عايز اقول لكم، لان الناس اللي بتربي فاهمه الموضوع ده، ان طبعا انت لو لقحت الارنبه على طول بعد ما تولد ب5 6 ايام او تاني يوم او تالت يوم او الكلام ده كله، بتبدا ان الارنبه بتجيب ولد واتنين معاك، وتبدا يحصل عندها مشاكل، من اهمها قله الخصوبه والسلسله والضعف العام، وبيبدا ان هي تبقى عرضه للامراض اللي هي بتاعه الارانب اللي معاشره الارانب على طول، زي الجرب والتصمغ والتهابات العرجوب والتهابات الضرع والحاجات ديت. لان كل ما الام يا جماعه بقت صحتها كويسه بتقدر ان هي تتغلب على الامراض دي، لان الامراض دي موجوده فعلا في الارنب. يعني لو خدت ارنب حطيته في الصحراء لوحده وحطيت له اكل وشرب، هيجي له جرب برضه. لو هو اتهمل وبقت عنده المناعه ضعيفه هيجي له جرب، لان الجرب موجود في الجينات بتاعه الارنب نفسها، او الجرب ده الطفيلي مختص بالارنب، يعني هو بيبقى موجود في الارنب.
فلازم ان احنا نشتغل على الامهات يا جماعه بتاعتنا، لان طبعا انت هتاخد منها ولد والتاني وهتبدا ان الام عندك تبوظ. فانت بتستفيد بالخمس ست ايام اللي انت بتسيبهم زياده دولت. بتستفيد اول حاجه، بتبقى كسبت الام عندك ان هي بتشتغل، ممكن تشتغل معاك سنه ونص او سنه، وممكن اكتر من نص كمان، ممكن توصل لسنتين لو هي ام كويسه. ممكن ان انت الام دي معاك تفضل شغاله ما تريحش. الام معاك ما بيحصلهاش سلسله، ما بيحصلهاش امراض، لان الام لما تضعف عندك يا جماعه ده بيبقى مدخل للامراض عندك في المزرعه. لان مثلا اما يبقى ام ضعيفه هيجي لها جرب وهيعدي الامهات اللي حواليها اللي هي اللي مناعتها عاليه. مهما كان مناعتها عاليه بس بيبقى خلاص الجرب بدا ان هو بقى شرس، وبدا ان هو يقدر يتغلب على مناعه الامهات اللي موجوده، لان بقت حشرات كبيره وبالغه وبتتنقل من متغذيه طبعا جاهزه على الام اللي هي الضعيفه، وبتتنقل للام السليمه القويه، فما بتقدرش تقاوم الحشرات اللي هي البالغه، لان هي بتخش في الجلد على طول وبتبدا ان هي تبيض. فطبعا بيحصل لها عدوى اللي هي الجرب. ونفس الحكايه يا جماعه في التهابات الرحم، لو عندك ام ضعيفه برضو جالها التهابات رحم بتبدا ان هي تعدي بقيه الامهات التانيه عن طريق الذكر، فبيحصل عندك مشاكل كتير نتيجه الموضوع ده. طيب ايه تاني هنتكلمه في التسمين يا جماعه باختصار غير النقطتين اللي احنا اتكلمنا عليهم؟ هنتكلم يا جماعه برضو على مواعيد العلف عندك وكميات العلف. في ناس كتير برضو يا جماعه بتهمل الارانب اللي هي الارنبه معاها 6 ومعاها 7 ومعاها 8، بتعاملها زي الارنبه اللي معاها 10، زي الارنبه اللي معاها 9. ما بيبداش ان هو يحط وجبه للارنب زائد الوجبه بتاعه الام. فاللي بيحصل يا جماعه ان الارانب بتضعف، وفي نفس الوقت الام بتضعف نتيجه قله العلف اللي بيوصلها. يعني انت ما بتحسبش الارانب الموجوده عندك، وتبدا ان انت تزود عليهم الوجبه بتاعت الام وبتبدا تحطهم. يعني عندك مثلا ارانب عمر 17 يوم او 18 يوم، بتبدا ان انت تحط لهم وجبه خفيفه 5 جرام لكل ارنب مع وجبه الام. عندك مثلا ارانب عمر 20 يوم، بتبدا ان انت تزود شويه 15 جرام لكل ارنب، 10 جرام لكل ارنب. بتبدا ان انت كل ما بيعدي يومين ثلاثه بتزود لكل ارنب 5 جرام او 10 جرام في الوجبه بتاعته، وبتحسب عدد الارانب وبتحطهم زائد وجبه الام. فبيمشي معاك الارنب على طول بيكبر لانه بياكل الوجبه بتاعته. الام عندك على طول بتبقى صحتها حلوه، لان انت الارنب ما بياكلش من الوجبه بتاعتها الاساسيه. بتيجي تفطم ارنب بتلاقي ارنب كويس. طيب ايه تاني من الحاجات؟ جوده العلف يا جماعه، لازم نخلي بالنا ان العلف اللي عندك يكون كويس وتكون شغال بعلف كويس. طيب ايه تاني؟ انك انت لما تيجي تفطم الارنب تراعي انك انت برضو تبدا ان انت تتدرج في العلف تدريجيا عشان ما تعملوش مشاكل معويه. يعني النهارده انت فاطم الارنب بتحط له اقل من الكميه اللي انت كنت بتحطها مع الام في 5 جرام في وجبه كل ارنب، وبعد كده بتبدا ان انت كل يومين ثلاثه بتزود له برضو 10 جرام او 5 جرام. ما بتزودش مره واحده، وما بتجوحش الارنب برضو، لان لازم ان الارنب ياكل الكميه بتاعته المحدده. الخمس ست نقط او السبع نقط اللي انا قلتهم دول يا جماعه، لو انت عملتهم مع بعض زائد النظافه العامه عند الارنب والنظافه العامه بتاعتك في المزرعه والتهويه الكويسه، هتلاقي الارنب عندك بيحول بطريقه ما تتخيلهاش. حاجات يا جماعه تبان ان هي بسيطه او تبان ان هي ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منها او تربي كده وخلاص، بس طبعا التريكات دي او الحاجات دي لازم ان انت تعملها بحذافيرها. كلها بتكمل بعضها يا جماعه. ما ينفعش ان احنا نعمل جزء من الحاجات دي ونسيب جزء، لان طبعا الحاجات دي كلها بتكون عندك ارنب صحته كويسه، وارنب المناعه بتاعته عاليه، وارنب بيحاول معاك. فبتلاقي طبعا تحويل كويس وفطام كويس وصحه كويسه وتسمين كويس. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.